السلام عليكم. اليوم ويانا أحمد البشير ويانا أبو عزرائيل. وتعرفون أحمد البشير أو باسم المشهور البشير شو ما خلاله شخص وراء إلى ما انتقده. اليوم الانتقاد مال أحمد البشير انتجه وين على أبو عزرائيل. خلينا نسمع الفيديو اللي حكى به أحمد البشير على أبو عزرائيل حتى نتأكد من هذا الشيء. فاعزائي الناشطين هالايام اي وحده تطب لكم حليوه شوي ابتعد عن الموضوع داز ابو عزرائيل. خليكم ويانا تك ها هو الاحمد الوحيد اللي ما سقط ابو عزرائيل دخيل محمد. شلون؟ راكب الاخر ابو عزرائيل ودير بالك تقول لي محتواه مو هابط. يا شباب، مثل ما شفتوا كلام أبو عزرائيل عن أحمد البشير، وأنا حسب ظني أو حسب تفكيره هو التفكير الصحيح. أحمد البشير عايل بأبو عزرائيل. أبو عزرائيل شخص ما يتدخل بهيك أمور نهائيا، ولا له شغلة بهيك شيء، ولا عايز للطشة أو عايز للدراما. فأحمد البشير أنتم مثل ما تدرون هذا مو انتقاد له، أنا هم أحبنا وتابعنا، بس بسوالف يكرهك بيقوى عليك. يعني يا شباب، أحمد البشير مثل ما تقولون هذا عمله، يحكي على فلان ويحكي على فلان وفلان يرد عليه وهو يرد على فلان. ليش؟ لأن هذا مصدر رزقه، أو نقول هو عمله، صار عمله. يعني يحكي على المشاهير أو يحكي على السياسيين على مود يردون عليه، وبهالشكل راح يجيب مشاهدات وتمشي شغلته. اي والله هو صار بعد عمله هذا. ابو عزرائيل كلكم تعرفونه شخص غني عن التعريف. ابو عزرائيل بال 2014 هو اللي اخذ دور بالعراق، يعني قائد حربي ومشهود له، واكثر كلمه كانت مشهوره اليه الا طحين وجيناكم بالباسكن. يعني كان ابو عزرائيل بذاك الزمن هو ماخذ الاول على العراق، فما محتاج للشهرة أو نقول دراما أو التفاقية. يا شباب، مثل ما شفت الفيديو اللي رد بيه أبو عزرائيل على أحمد البشير، هنا وتكون نهاية هذا الفيديو. أتمنى من عندكم تدوسوا لي لايك واشتراك. كان وياكم مرتضى العاجيبي، نلتقي في فيديو ثاني. ثيم الله.